في افلام رعب على قد ما هي بتبقى مرعبه بس في الاخر الهروب منها بيبقى سهل جدا، زي مثلا فيلم إت. تقدر بسهوله تهرب من بيني وايز بان كل اللي عليك تعمله بس هو انك ما تخافش منه، موضوع بسيط. بس في افلام فوق ما هي بتبقى مرعبه فرصه النجاه فيها بتبقى شبه معدومه، زي مثلا في افلام تجبرك تقتل صاحبك عشان تعيش، او تفضل ساكت طول حياتك عشان الوحوش ما تجيش وتقطعك، او تقتل كل الناس اللي حواليك عشان ما حدش يسرق جسمك وعقلك. وده اللي هنتكلم فيه النهارده. فيديو النهارده هتكلم عن اكتر افلام مرعبه مستحيل اي حد يقدر يعيش فيها. وبما اني جبت سيره افلام الرعب فلازم اول حاجه اتكلم عن فيلم. في الاول لازم تعرفوا ان الفيلم ده ليه اجزاء كتير جدا، مش جزء ولا جزئين، لا دول 10 اجزاء. يا ساتر. بصراحه من غير ما نلف وندور على بعض انا ما اتفرجتش بس غير على اول جزء، بس ده ما يمنعش ان انا ما اقدرش اثبت لك ان الفيلم ده مجنون بمعنى الكلمه، مستحيل اي حد يقدر يعيش فيه. للي ما يعرفش فسلسله افلام سو بتتكلم عن واحد مجنون اسمه جون، والشخص ده عنده سرطان وفي مرحله متاخره جدا، والطبيعي لو اي حد عارف اللي هو بيعيش اخر لحظات حياته هيحب اللي هو يعمل خير طول الوقت، ده المفروض اللي يحصل. بس اللي الراجل ده عمله بعد ما عرف انه معرض في اي وقت اللي هو يموت، قرر اللي هو ينتقم من اي حد مش بيقدر نعمه الحياه. اي حد بيعمل ولو غلطه بسيطه بس غلطه ياخده ويخطفه ويوريه اللي عمره ما شافه. اول حاجه بيعملها السفاح ده هو انه يبدا يدور على الضحيه، وانا الاختيار ما بيكونش عشوائي ابدا. جون بيدور على المجرمين او المدمنين او الناس اللي بتاذي غيرها، هو شايف كده اللي هو بيحقق العداله، وهتلاقوه دايما مش معترف اللي هو بيعمل حاجه غلط. بيقعد على الكرسي يحط رجل على رجل ويقول انا ما بقتلش حد، انا بديهم اختيارين اتنين وهما بايديهم يحددوا مصيرهم، بس الاختيارين دول في الاخر كل واحد فيهم بيؤدي للموت. طب انا كده استفدت ايه؟ طب ما تقتلني من الاول اسرع. بعد ما جون بيخطف الضحايا بتاعته بيحطهم في العاب عباره عن الغاز. الله كيوت، العاب والغاز، بس لا مش كيوت خالص. جون مش بيوديهم الملاهي يلعبوا ويتبسطوا، لا ده بيحطهم في العاب مميته. وات قصدك ايه يا علي بالعاب مميته؟ مش فاهم، فهمني اكتر. يعني بيحطهم في العاب معينه، كل لعبه بيبقى ليها قواعد معينه، وغالبا لازم الشخص المحبوس في اللعبه دي يضحي بحاجه من جسمه او يقتل حد غيره عشان يقدر يعيش. يا ساتر. الفيلم بيبدا بشخصين غراب عن بعض ما يعرفوش عن بعض اي حاجه، واحد اسمه ادم والتاني اسمه دكتور لورنس. هما الاثنين بيصحوا مع بعض في نفس الوقت وبيلاقوا نفسهم مربوطين بسلسله في حمام شكله يعني اوحش من حمام المدرسه اللي انا كنت فيها. حمام شكله كئيب ومتدمر ومرعب. الحاجه الوحيده النظيفه اللي فيه بس الساعه دي. ممكن تستغرب وتقول يا علي ساعه؟ يعني مين هيبص على ساعه وهو في الحمام؟ هنعرف ليه قدام. المهم القاتل المجنون ده اللي خاطف الشخصين دول بيحط تلميحات معينه لكل واحد فيهم لحد ما بيوصلوا لصوت تسجيل، وبعد ما كل واحد بيسمع صوت التسجيل بتاعه ويتبع الاشارات ادم بيلاقي منشارين اتنين. تمام، حلو، كلام جميل، يقطعوا السلاسل دي بقى ويهربوا. بس لا، بنعرف بعدها ان المنشارين دول مش عشان يقطعوا السلاسل، ده عشان يقطعوا هذا الجزء اللي ما ينفعش اقوله عشان اليوتيوب ما يدينيش علامه صفراء. بعدين بنعرف ان ادم لازم يقتل الشخص اللي قدامه ده قبل الساعه 6، عشان الساعه لو جت 6 وادم ما قتلش لورنس مراته وبنته هيموتوا. وهنا بنعرف بقى ليه الساعه محطوطه من الاساس. بصراحه لو انا كنت موجود في الفيلم ده مستحيل كنت اقدر اهرب منه، مستحيل. اصل يعني فكر فيها، في الجزء الاول كان في فخ اسمه فخ الدب المعكوس، وده كان محطوط على راس بنت اسمها اماندا، ولحسن الحظ قدرت تهرب، بس عشان كانت تقدر تهرب كان لازم تقتل صاحبها المحبوس معاها لان المفتاح كان محطوط في بطنه. وفي لحظه اماندا اتخلت عن صديقتهم ولو ركزتوا شويه هتلاحظوا ان القاتل المجنون ده اداها حريه الاختيار. والله يعني لو عايزه تهربي اهربي، بس اقتلي زميلك الاول حرفيا. بس كل اللي كان المفروض تعمله اللي هي تقتله وتهرب، وفي اغلب الحالات ده كان حل منطقي اللي هي تعمله. ثواني ما تفهمنيش غلط، هو ممكن يكون حل سوداوي شويه، بس يعني دي الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تعملها. اصل هي هتعمل ايه يعني مثلا؟ وبرده كان في فخ اصعب من ده بمراحل، وفي الفخ ده جون بيجيب واحد وبيحبسه في اوضه بيسممه، والطريقه الوحيده عشان الراجل ده يعيش بيها هي انه ياخد علاج معين بسرعه قبل ما يموت، والعلاج ده موجود جوه خزنه، وعشان يدخل جوه الخزنه كان لازم يجيب ارقام سريه. طيب الارقام السريه دي موجوده فين؟ الارقام السريه دي موجوده على جدران الاوضه اللي هو فيها. بس المشكله مش هنا، المشكله ان الاوضه مظلمه جدا والارقام مستحيل تتشاف من غير اضاءه. فجون كتر خيره ساب للراجل ده شمعه، بس اللي انت متعرفوش ان الشمعه دي اخطر حاجه في الفخ كله، عشان جسم الراجل مدهون بماده قابله للاشتعال، ولو بس النار قربت عليه هيودع. لا وكمان كان حاطط ازاز متكسر على الارض عشان يمشي بالعافيه ويقع، وهنا لو وقع هيموت بسبب حاجه من حاجتين، يا اما جسمه كله هيتعور من الازاز المتكسر ده اللي على الارض، يا اما هيموت لو النار لمسته بس لمسه صغنونه. دلوقتي انت لو في فخ زي ده هتعمل ايه يعني؟ انا مش بحبطك والله، بس انت ولا عندك عين خارقه تشوف بيها في الضلمه ولا عندك جناحات تطير بيها فوق الازاز ده، انت حرفيا في الحالتين ميت. طيب هو ليه اصلا الراجل ده اتحط في الفخ من البدايه؟ زي ما احنا عارفين ان السفاح بيجيب الناس اللي بتغلط بس، والحاجه الغلط اللي الراجل ده عملها هي انه ما راحش الشغل. قصدك انه اتحط وسط كل الحاجات دي عشان بس ما راحش الشغل؟ طب
طب ما كل الناس بتعمل كده. عن نفسي انا وانا صغير ما كنتش بحب اروح المدرسه عشان اقعد واتفرج على كرتوني المفضل، وحتى لما كبرت ما كنتش بحب حتى اروح الجامعه. بس انتوا عارفين رغم ان الفيلم ده فيه ضغط نفسي رهيب جدا، بس في نفس الوقت فيه برضه فرصه للنجاه حتى لو كانت نسبه بسيطه. بس الفيلم اللي فعلا اللي ما فيهوش اي فرصه نجاه ومستحيل تقدر تهرب منه هو فيلم تمام. الفيلم ده ممكن ما يرعبش ناس كتير زي الفيلم اللي فات، عشان الفيلم ده كل اللي عليك تعمله بس هو انك تفضل ساكت، عشان لو اتكلمت في كائنات مرعبه هتيجي وتقتلك فورا. للي ما يعرفش فالفيلم ده بيتكلم عن عيله بتحاول ان هي تفضل عايشه لاطول وقت ممكن، عشان في سنه 2020 معظم الناس انقرضت بسبب ان كان في وحوش بتقتل اي حد قدامها بمجرد بس اللي هي تسمع صوته. وفي يوم العيله دي كانوا بيجيبوا حاجات ناقصاهم. الطفل الصغير ده شاف لعبه عجبته، بس اللعبه دي كانت بتطلع صوت، فالاب راح بسرعه عليه وخدها منه فورا عشان الوحوش ما تجيش عليه وتقتله. الواد طبعا زعل، واخته لاحظت اللي هو زعلان قامت جايبه له اللعبه تاني واديتها له، وابوها ما يعرفش. المهم وهم في الطريق الولد الصغير ده شغل اللعبه بالغلط، واول ما شغلها جه وحش من الوحوش وقتله فورا. كل ده كان بسبب اخته. تمام، بدات احس ان البنت دي اخطر من الوحوش ذات نفسهم. وبعد سنه بداوا يتعودوا على الوضع ما عدا البنت دي، بياكلوا ويشربوا ويسمعوا اغاني ويرقصوا، مفيش اي مشكله، عشان كل اللي عليك تعمله بس هو انك تفضل ساكت، اتحرك بالراحه، كل من غير صوت، وخد عهد على نفسك اللي انت تفضل ساكت وتتحرك بطريقه معينه طول حياتك. تمام كده الوضع بقى شبه مستحيل. في الاول كنت فاكر ان الموضوع سهل وبسيط بمجرد بس ان انا افضل ساكت عادي، انا ممكن اقعد يوم كامل ما اتكلمش فيه. تمام بصراحه انا كداب. في حاجات في يومك لازم تعملها، والحاجات دي غصب عنك بتطلع صوت. يعني مثلا تخيل تمنع نفسك من العياط والضحك والعطس والكحه، حتى النوم برضه هيبقى صعب عليك. انا واحد ممكن اتحرك كتير وانا نايم، ما تسالنيش ازاي. الموضوع كان مأساوي لدرجه ان العيله دي كانت بتمشي من غير ما يلبسوا اي حاجه في رجليهم عشان الصوت. ودي حاجه لو جربت تعملها هنا في مصر او في اي دوله عربيه في عز الصيف انت هتموت لوحدك من غير وحوش. الوضع هتلاقيه مرعب اكتر لو حطيت نفسك مكان الست دي. تمام، الست دي اكتر واحده عانت في الفيلم كله، لانها كانت حامل من بدايه الفيلم، وبعد ما عدى شويه وقت البيبي قرر اللي هو ينزل دلوقتي حالا في ميعاد اصلا مش بتاعه. طب البيبي ما عرفش مثلا يستنى شويه اسبوعين كده ولا حاجه لحد ما الوضع يهدى شويه؟ لا انا هنزل دلوقتي حالا في الوقت اللي الست قاعده فيه لوحدها وجوزها مش موجود ومحدش حاولها يساعدها. فاللي حصل ان الست دي كانت لوحدها تماما، وفجاه حست بوجع رهيب في بطنها، فنزلت للبدروم عشان صوتها ما يطلعش. المهم وهي بتنزل دست على مسمار خرم رجليها من تحت. تمام، الوضع دلوقتي بقى خارج عن السيطره. دلوقتي هي مش عارفه تصوت من المسمار ولا تصوت من الطفل اللي في بطنها. راحت شغلت نور احمر بسرعه عشان جوزها يعرف ان هي في خطر. جوزها راح لها بسرعه والحمد لله ولدت من غير صوت. بس في الوقت ده في وحش راح للعيال الصغيره وكان هيموتهم، وبعد ما الاب اطمن على مراته وراح على اولاده بسرعه جدا وعشان يحمي اولاده وقف قدام الوحش قام مزعق بصوت عالي. الوحش جري عليه وقتله في الاخر. بصراحه ده من اصعب الافلام اللي ممكن الواحد يفضل عايش فيها، مش بسبب الخوف من الوحوش، لا ده عشان العالم بتاع الفيلم ده صعب جدا، بيحطك في تحدي ضد نفسك. وريني هتقدر تقعد ساكت قد ايه. ولو حد عاش في الفيلم ده فالفيلم اللي جاي ده مستحيل اي حد يقدر يعيش فيه، وهو فيلم تمام. قبل ما ابدا اشرح ليه مستحيل اقدر اعيش في الفيلم ده، فلازم اقول لكم ان الفيلم ده متصنف اللي هو فيلم رعب من غير ما يكون فيه وحوش، من غير ما يكون فيه شياطين، بس في حاجه اخطر من كده بكتير وهي العيله دي، وهنعرف ليه قدام. الفيلم بيبدا بمصور اسمه كريس، بشرته لونها اسود، بيقع في حب بنت بيضه وجميله اسمها روز بتقنعه اللي هو يروح معاها بيتها عشان يقعد مع اهلها. ولو فكرتوا اللحظه مش هتلاقوا اي رعب في الموضوع. اتنين بيحبوا بعض وهيتجوزوا ويكونوا اسره، حاجه جميله. بس اللي انت متعرفوش ان البنت دي فخ. البنت دي ممكن تتصنف كاكتر بنت شريره في التاريخ، عشان البنت دي عامله بالظبط زي مصياده الفيران، بتستغل شكلها عشان توقع الولاد في حبها. ولكن وحط تحت كلمه لكن دي 1000 خط، البنت دي بتحب الولاد السود بس، لدرجه كمان ان هي حبت بنت سودا. بس يا علي ليه بتحب السود بس؟ مش فاهم. هنعرف قدام كل حاجه، عشان البنت دي بتتحول لحاجه تانية تماما في اخر الفيلم. بعدين كريس بيقابل اهل البنت اللي بيحبها، وبنعرف ان ابوها اسمه دين وشغال طبيب جراح مخ واعصاب، وامها اسمها ماسي ودي دكتوره نفسيه. بس دي بقى اخطر واحده في العيله كلها، لانها بتقدر تسيطر على عقول البشر وممكن تنيمك مغناطيسيا. الراجل خد كريس في جوله في البيت، وكل مدى كريس بيحس باحساس غريب اتجاه العيله دي، لان الناس اللي شغاله في البيت ده تصرفاتهم غريبه بشكل مش طبيعي. المهم قعدوا يتكلموا مع بعض وعرفوا من كريس اللي هو بيدخن. الراجل قال له تقلقش ما تشيلش هم، ميسي هتخليك تبطل تدخين عشان هي دكتوره نفسيه شاطره. وفعلا كريس وثق فيها وقعد معاها، وده كان اسوأ قرار كريس
كريس خده في حياته كلها، لان على قد ما الست دي ممكن تبين لك اللي هي طيبه وبتحبك وتكلمك بطريقه بريئه، بس يا جماعه جواها شر مش طبيعي. سيطرت على عقل كريس وعرفت حاجات عنه هو ذات نفسه اصلا كان ناسيها، واول ما خبطت على الكوبايه بالمعلقه مرتين عقل كريس راح لعالم تاني تماما اسمه المكان الغارق. وده مكان كريس بيبقى موجود فيه اكنه جوه عقله، وهو بيبص على كل الحاجات اللي بتحصل في العالم الحقيقي من بعيد من غير ما يقدر يتحكم في نفسه ولا يسيطر على نفسه. يعني باختصار هو بيقدر يشوف كل حاجه بتحصل قدام عينيه، بس هو مش بيعرف يتحكم في اي حاجه. وفي الحياه الحقيقيه هو بيسمع وينفذ الاوامر بس وهو مغيب. كريس بيصحى من النوم وبيفتكر ان كل ده كان حلم، فبيكمل يومه عادي، بس لما بيعرف اللي هو فعلا وقف تدخين بيبدا يشك في ان اللي حصل له كان حقيقه. بعدين بيروح تجمع عائلي هو وروز، واللي لفت نظري ان كل اللي كانوا هناك كانوا كبار في السن، كل حاجه بتبان طبيعيه جدا لحد ما بنلاحظ ان كل الناس مركزه على كريس وبيبصوا عليه طول الوقت. حتى الراجل ده هو بيسلم عليه بيقول له ايه الايد الحلوه دي؟ وات انت بتقول ايه يا جدو؟ عيب على سنك. وكل ما كريس يتكلم مع حد بيسالوه على حاجات غريبه جدا، بيمسكوا جسمه كده ويشوفوا عضلاته. تمام، الوضع ما بقاش مريح تماما. بعدها بيشوف واد اسود برضه زيه بيتصرف بطريقه غريبه، فكريس طبعا بيستغرب فبيصور الولد ده لصاحبه، وبالغلط الفلاش اشتغل. الواد التاني ده اتجنن وفجاه نزل دم من مناخيره وراح قال لكريس اطلع من البيت ده دلوقتي حالا، اهرب وما تجيش تاني. بصراحه انا لو مكانه واتحطيت في موقف زي ده بدون تفكير هطلع اجري، عشان بعدها بنشوف اللي هما بيعملوا مزاد على كريس. ودي اغرب حاجه انا شفتها في حياتي كلها. الناس بتعمل مزاد على بيوت على عربيات، انما مزاد على بني ادمين الموضوع غريب. وفي موقف زي ده هروح بسرعه الجا للبنت اللي انا بحبها اللي هي كمان كانت بتحاول تقتلني، لان بعد ما كريس شك في كل الناس اللي حواليه راح لروز وقعد يقول لها روز بصي ركزي معايا، انا بصراحه مش مرتاح للعيله دي وبيسالوني اسئله غريبه وعاوز امشي من هنا حالا، لمي شنطتك ويلا نبعد من هنا فورا. روز قالت له لا، فبيقرر يمشي هو لوحده. بس قبل ما يمشي لاحظ حاجه مهمه جدا، بيلاقي صندوق احمر متخبي في مكان، ولما بيفتحه بيلاقي صور روز وهي في علاقات كتير مع ناس سمر، حرفيا كتير، ومنهم الناس اللي شغاله في البيت. كريس بيحاول يهرب بسرعه، واول ما الست دي بتخبط بالمعلقه مرتين على الكوبايه كريس بيتنوم مغناطيسيا تاني، ولما بيصحى بيلاقي نفسه على كرسي وهو مربوط، عشان المفروض دلوقتي الشخص اللي كسب المزاد اللي كان على كريس هياخد جسم كريس كله كانهم هيبدلوا ارواح بعض. باختصار الناس العواجيز اللي كانوا في التجمع العائلي دول كانت حالتهم الصحيه مش احسن حاجه، يا اما واحد مش بيعرف يتجوز يا اما واحد مش بيشوف، فبيعملوا مزاد على كريس عشان ياخدوا عقله وجسمه بالكامل. كريس بيحط قطن في ودنه عشان ما يتاثرش من التنويم المغناطيسي، بيضرب اخو روز على دماغه ويطلع يجري، بيقابل ميسي ويقتلها بالسكينه، بياخد عربيه بسرعه من قدام البيت وفجاه بيخبط البنت دي بالعربيه، بس بيفتكر موت امه فمش بيعرف يسيبها مرميه كده في الشارع، فبياخدها معاه في العربيه. بس فجاه البنت دي بتحاول تتعدى عليه وتقتله لحد ما بيعملوا حادثه بالعربيه والبنت دي بتموت. بيجي واحد برده كان شغال في البيت بيجري على كريس وبيحاول يقتله، بس كريس بيفتح فلاش موبايل في عينيه عشان التاثير يروح من على الراجل ده. بعدين ضميره بيصحى فجاه فبيقتل روز وبعدين بيقتل نفسه في الاخر. لو انت في يوم من الايام لقيت نفسك في عالم الفيلم ده، نصيحتي ابعد عن اي بنت بيضه، ما يغركش شكلها ولا شعرها ولا طريقتها في الكلام، ولو وقعت في الفخ وحبيتها ورحت تزور اهلها بصراحه انا مش هقدر اساعدك، عشان انت اول ما تدخل البيت ده اعتبر نفسك ميت، لان هم هيعاملوك بطريقه كويسه ويخافوا عليك، بس كل ده كذب، كل الحاجات دي مش حقيقيه. وبس كده، لو عايزين جزء تاني قولوا لي في الكومنتات، اشترك في القناه عشان قربنا نوصل ل 50,000 مشترك، اعمل لايك لو لسه ما عملتش. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.